هو ما فيش حاجة اسمها shadow ban. shadow ban دي يا جماعة أنت بتهيّأ لنفسك إن في حاجة اسمها shadow ban. الحق لمّا باجي أرفع فيديو ما جابش مشاهدات، ده اليوتيوب حاظرني. هو اليوتيوب عمره ما يحظرك. اليوتيوب أصلًا فيه يوميًا أكتر من 115.000.000 فيديو بيترفع. السلام عليكم، عاملين إيه؟ إيه الأخبار؟ كتير من الناس في الفترة الأخيرة ديّة لاحظت إن في نقص في المشاهدات كتير جدًا. يعني في فيديوهات عندك بتكون جايبة مشاهدات ودلوقتي وقفت، أو في فيديوهات عندك بتيجي ترفعها ما بتجيبش مشاهدات دلوقتي خالص، أو في فيديوهات بترفعها بتجيب لك من 20 ل25 ل30 مشاهدة. إيه الغلط اللي عندي في القناة، أو أنا قناتي واخدة shadow ban والّا إيه بالضبط؟ وإيه حكاية الshadow ban؟ يالّا بينا نعرف إيه حكاية الshadow ban. بس أهم حاجة قبل ما تتفرج على الفيديو ما تنساش تعمل الاشتراك ودعمني، ويالّا بينا نبدأ الفيديو. ناس كتير بتقول لي يا محمد يا صلاح أنا باجي أرفع الفيديو ما بيجيبش مشاهدات، فأنا قناتي واخدة shadow ban. يا جماعة ما فيش حاجة اسمها shadow ban نهائي في اليوتيوب، ما فيش حاجة اسمها shadow ban. أنت لو بترفع فيديوهات بشكل استمرار وجات فترة الفيديوهات بتاعتك بدأت تلاقيها في نقص في المشاهدات فيها، فده يا جماعة بيكون خوارزمية اليوتيوب. الناس دايمًا مش بتتفرج على المحتوى بتاعك اللي أنت بتعمله، دايمًا بتتفرج على محتويات تانية. يعني اليومين اللي إحنا فيهم دول يومين حرب، فدايمًا تلاقي كل صناع المحتوى بتوع اللي هم بيعملوا عن الحرب والكلام ده كله فيديوهات. حتى لو طلع قال السلام عليكم وهو أصلًا القناة بتاعته على حرب والكلام ده كله، لو طلع قال لهم سلام عليكم هيلاقي القناة بتاعته ضربت من غير أي حاجة. طيب إيه الحل؟ هو الحل دلوقتي إن إحنا معانا كام خطوة لو عملناهم القناة بتاعتنا هتكون في حتة تانية، وفي نفس الوقت هتكون حافظ على الجمهور بتاعك، والجمهور بتاعك دوّة هيكون معاك ومتابعك أول بأول. أول حاجة يا جماعة، أنت بتعمل الhook بتاعك. الhook ده لمّا تيجي تعمله لازمًا أول 10، 15 ثانية تشد المشاهد. الhook بتاعك دوّة اللي بيخلّي المشاهد يكمّل الفيديو، وفي نفس الوقت خوارزمية اليوتيوب بتقدّمه لكذا حد تاني. يعني إيه بقى؟ يعني أنا ما اخشش أقول النهارده يا جماعة وألاقي نفسي باتكلم براحة، لأ، أنت خش اتكلم عادي وخلّي الhook بتاعك يشد المشاهد. ولو أنت بتعرف تلعب مونتاج كتير، خلّي كل ثانيتين 3 تقوم مغيّر لقطة، دي بتشد. طبعًا بتخلّي العقلية بتاعة الشخص اللي قدّامك أنت بتشده للي هو يفضل مكمّل الفيديو، وممكن فجأة يلاقي نفسه اتفرج على الفيديو كلّه. مع اليوتيوب بتاعك ما يقترحهاش. خوارزمية اليوتيوب ما بتتعرّفش على الفيديو بتاعك، لإن أنت أصلًا كده بتكون مموّت الفيديو. يا جماعة أنا عايز أقول لكم ما فيش حاجة اسمها shadow ban. أنت هتعرف اللي أنا هاقوله لك دلوقتي، ولو عملت الخطوات دي هتلاقي فيديوهاتك كده بدل ما كانت بتجيب 20 و30 مشاهدة هتلاقيها بتجيب بال2000 و3000، ومع الوقت طبعًا هتزيد. تاني حاجة يا جماعة الصورة المصغّرة اللي أنت بتعملها، لازمًا تعمل صورة مصغّرة. رقم 2 يا جماعة إن أنت تعمل صورة مصغّرة تشد الانتباه وتشد المشاهد، إن تخلّي تعابير وشّك باينة، بتخلّي الكلام بتاعك اللي أنت كاتبه على الصورة المصغّرة باين، عشان دي بتخلّي نسبة النقر عندك بتكون عالية، وهو اللي بيخلّي المشاهد يتشد الصورة اللي أنت عاملها. طبعًا المشاهد هنا لو دخل، وطبعًا الصورة بتاعتك أنت تكون كاتبها من برّه عن أي موضوع أو أي حوار أنت عامله، تكون كاتبه برّه من الصورة، فالمشاهد لو دخل لقاك بتتكلم عن حاجة غير اللي أنت كنت قايلها له في الصورة، الفيديو بتاعك هيروح في 60 داهية، وده مش اليوتيوب بتاعك مش هيقترح، والخوارزمية هتقول إن الفيديو ده ميت وهترميه. تالت حاجة يا جماعة العنوان والهاشتاج. العنوان والهاشتاج والكلمات المفتاحية. تعمل عنوان يكون مش يعني أنا لمّا أخش دلوقتي أكتب عنوان إزاي تعمل طريقة المحشي، أو إزاي تعمل طريقة الرز بلبن، والّا أكتب عنوان كيف طريقة عمل المحشي، كيف طريقة عمل الرز بلبن. دلوقتي يا جماعة في ناس كتيرة أوي بتخش تهبد، واليوتيوب ما بيحبش حوار الهبد. وفي ناس بتيجي معاها بتبُص تلاقي الفيديو بتاعها جايب 10، 15 مليون، اللي هو إيه، أنا ولعت في بيت أبويا، أنا مش عارف إيه، عناوين غريبة. بس الواحد برضه إيه، ماشي بالمنظوم بتاعه، اللي هو أنا باخش أعمل العنوان بتاعي، باخش أعمل الكلمات المفتاحية بتاعتي، باخش أعمل هاشتاجات. طبعًا دول بيضبّطوا معايا اللي أنا على طول دايمًا الفيديو بتاعي في المقترحات. ليه أعمل يعني أخش أكتب حاجة
مش عارف أنا يا جماعة والله الحاجة اللي أنت بتكتبها دي إيه، بس مش عارف. رابع حاجة هي العلامات، ما حدش ينسى يعمل علامات، لإن العلامات مهمة جدًا، جدًا. العلامات دي يا جماعة لمّا بتيجي تعملها اليوتيوب بيكون يعني هي بتدّي دفعة لليوتيوب، يعني بتدّي دفعة الخوارزمية بتاعتك بتاع حوالي 12 أو 15% زيادة عن الفيديو بتاعك. يعني أنت الفيديو بتاعك لو أنت رفعته كنت عامله من غير علامات وبتاع ورجعت ضبطت العلامات بتاعتك، في 12 أو 15% تاني اليوتيوب هيقدر يقترحه لناس تانية. خامس حاجة يا جماعة بقى إن أنت ما تغيّرش المحتوى بتاعك، يعني النهارده ما تكونش بتيجي تتكلم عن التعليم، بُكرة تيجي تتكلم عن الكورة، بعده تيجي تتكلم عن السياسة، بعده تيجي تتكلم على تكون بتعمل موسيقى أو حاجة. أنت كده بتخلّي خوارزمية اليوتيوب توقّف الفيديو بتاعك، يعني هتلاقي الفيديو بيموت وأنت دمّرته خالص. سادس حاجة بقى يا جماعة الأهم، قبل ما أقول لك سادس حاجة، ما تنساش تعمل الاشتراك وتفعل زر الجرس وتدعي لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم. سادس حاجه بقى يا جماعه الاستمرار. الاستمرار مهم جدا جدا جدا، ان انت تستمر وكل يوم ولا يومين ترفع فيديو. ولو انت مونتاجك صعب شويه والمونتاج بتاعك فيه شغل كتير جدا، ممكن ترفع كل اسبوع زي الدحيح كده، كل 10 ايام ولا حاجه بيقوم رافع له فيديو. انت برضو لو شغلك في المونتاج كتير ارفع كل اسبوع كل 10 ايام بس. ما تنساش طبعا مع الكلمات المفتاحيه مع الصوره المصغره، كل دول بيعملوا شغل جامد جدا. ويا جماعه هنا ما فيش حاجه اسمها شادو بان. الشادو بان ده يا جماعه انت لما بتيجي ترفع فيديو تقعد 5 6 شهور ما ترفعش، وتيجي ترفع فيديو تاني وتيجي تبص على فيديوهاتك تلاقي بقالك سنتين ثلاثه عمال ترفع، وكل فتره ترفع فيديو بيكون فيها 3 أو 4 شهور. لا غلط يا جماعه. اليوتيوب ده عامل زي انت شفت لما تكون بتجيب شويه ذره وتحطهم في قلب حله وتحط الزيت بتاعك، بتعمل ايه؟ بتقعد دقيقة أو دقيقتين على بال ما الذرة تبدأ تطلع معاك تبقى عاملة زي الفشار. شُفت أنت أمّا تكون حاطط الذرة وتلاقيها طقِّت واحدة، طقِّت التانية، التالتة، وبعد كده تلاقي الفشار كلّه طلع؟ هي قناتك كده، ترفع تلاقي الفيديو بتاعك 10 مشاهدة، في فيديو تاني 30، في فيديو تاني 100، في فيديو تاني 1000. لو نظّمت القناة بتاعتك ومشيت بالخطوات دي، أنت أصلًا كده، كده في الطالع مش في النازل. تمام؟ أنت خلّصت الصورة المصغّرة وخلّصت اللي أنا قُلت لك عليه ده كلّه، اللي هو العنوان والهاشتاج ما هو ما فيش حاجة اسمها shadow ban. shadow ban دي يا جماعة أنت بتهيّأ لنَفْسك إن في حاجة اسمها shadow ban. الحق لمّا باجي أرفع فيديو ما جابش مشاهدات، ده اليوتيوب حاظرني. هو اليوتيوب عمره ما يحظرك. اليوتيوب أصلًا فيه يوميًا أكتر من 115 مليون فيديو بيترفع. عارف يعني إيه 115 مليون فيديو؟ 2015 يا جماعة، 2015 كان كل اللي بيترفع حوالي 16 مليون فيديو، 17 مليون، ما كانوش كتير بالكمية اللي أنت شايفها دلوقتي. دلوقتي بقت العملية بزراميطخا وكله بيرفع فيديوهات. فأنت اعمل اللي أنا قُلت لك عليه دوّة، وهتخش تشوف في فرق في قناتك كبير جدًا، جدًا. وما تنساش بقى تعمل الاشتراك زي ما قُلت لك وتفعّل الجرس. وشكرًا جدًا، ويا رب لو الشرح بتاعي كان كويس اكتب لي في التعليقات دلوقتي أنت قناتك بعد ما عملت اللي أنا قُلت لك عليه. اكتب لي دلوقتي في التعليقات أنت قناتك دلوقتي فيها كام متابع، وبعد بعد ما تعمل اللي أنا قُلت لك عليه دوّة هيبقى فيها كام متابع. وشكرًا جدًا.